مكافأة مغرية من الاتحاد المغربي للاعبين في حال الفوز على مصر. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجماهير سبورت، ومتابعة لكل ما يتعلق بالكرة العربية والعالمية هنا فقط وحصريا على الجماهير سبورت. لذلك اشترك الآن في القناة، فعل الجرس ليصلك كل جديد الحصريات، واضغط لايك وفعل الجرس وانشر الفيديو على أوسع نطاق. واليوم الحديث المستمر عن المباراة المنتظرة ما بين مصر والمغرب على الميدالية البرونزية، وكنا أول من توقع هذه المباراة بعد صعود المنتخبين لنصف نهائي البطولة. ليس كانت شأما ولكن يعني معرفة الخصوم وقوتهم، وفي النهاية مصر والمغرب على البرونزية. ولكن الاتحاد المغربي حرص برئاسة فوزي لقجع على تحفيز لاعبيه قبل مواجهة المنتخب المصري في اللقاء الثالث والرابع في أولمبياد باريس 2024. كشفت صحيفة المنتخب المغربية بأن الاتحاد المغربي وعد بتقديم مكافأة كبيرة جدا تقدر ب30 مليون سنتيم، أي سنتيم مغربي يعني أي 30,000 دولار لكل لاعب في حال الفوز على مصر. والمنتخب المغربي خسر لقاء نصف النهائي من المنتخب الأسباني ب2-1، في المقابل خسر المنتخب المصري لقاء نصف النهائي من فرنسا 3-1. وأنا مقرر أن تكون المباراة إن شاء الله بكرة في تمام الساعة 6 بوابة القاهرة، ويسعى فيها المنتخب المصري للصقر من المغرب الذي فازت بنهائي أفريقيا 23 سنة 2-1 في نسخة المغرب. يعني هم دول أفضل منتخبين في القارة، فبالتالي تصنيفهم كمان تالت ورابع على العالم، فهم يشرفونا مصر والمغرب. في الآخر بلدين أشقاء أخوة أعزاء، يفوز من يستحق. أكيد كمصري أتمنى فوز مصر إن شاء الله، ولكن في النهاية الميدالية عربية. ويعني قولوا لي كده رأيكم في التعليقات، شايفين المكافأة دي هتكون فعلا حافز 30,000 دولار لكل لاعب؟ حافز كبير جدا، لو بنحسبهم بقى من مصر يا جماعة هيطلع رقم كبير جدا ضخم. فأعتقد لو بالنسبة للاعبين المصريين هو الموضوع مختلف بالنسبة للاعبين المصريين، يعني أعتقد المكافأة هتبقى أقل، ولكن في الآخر الفلوس يعني هي عامل مهم، لكن بالنسبة لتمثيل المنتخب الوطني الإرادة هي الأهم. عشان كده عايز أعرف رأيكم في التعليقات، شايفين هل المكافأة دي هتفرق ولا الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ عموما احنا متابعين ودايما هنا مغطيين كل التفاصيل الخاصة بالمباراة. عشان كده اشترك الآن، فعل الجرس ليصلك كل جديد، وشكرا لكم، السلام عليكم.